السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-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 ку. Кошечка. أهلا بيكم في الحلقة رقم 5 من الموسم الجديد من قصص ميز. في نهاية أحداث الحلقة النهاردة هيحصل حاجة هتغير معنى الحلقة كلها. اسم حلقة النهاردة هو الخطأ. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في يوم الأربع 26 إبريل سنة 2006 ويتني سيريك واللي كان عندها 18 سنة بدأت يومها كالمعتاد في الجامعة. كانت أول سنة ليها في جامعة تايلر واللي قريبة من ولاية إنديانا. ويتني كانت رايحة للقاعة اللي المفروض عندها فيها محاضرة، ولكنها كانت حاسة بقلق شديد. سبب القلق ده إن نهاية العام الدراسي كانت على الأبواب. هي طبعا كانت فرحانة عشان هترجع لعيلتها في ولاية ميشيغان، ولكن اللي كان مضايقها إنها مش هتقدر تشوف كل أصحابها الجداد طول الصيف. وفي خلال السنة دي ويتني كونت كتير من الصداقات في الجامعة، ومعظم صحابها كانوا في السنة الأولى زيها، ولكنها كانت عارفة مجموعة صغيرة من الدفعات الأكبر منها. وهي كونت الصداقات دي معاهم لأنها شافت إنهم ممكن يساعدوها في حياتها في الجامعة، لأنهم طبعا عندهم خبرة أكبر منها. وفي خلال السنة دي ولما كان بيبقى فيه أي فرصة لويتني إنها تتعرف على أي حد جديد كانت بتستغلها. وفي اليوم ده وهي رايحة للقاعة شافت إعلان متعلق، واللي كان معمول عشان يجمع عدد من الطلاب المتطوعين عشان يجهزوا لحفلة في اليوم اللي بعده للجامعة. الحفلة كانت هتتعمل بمناسبة انتخابات رئاسة الجامعة، وكانوا طالبين الطلاب المتطوعين إنهم يساعدوا. ويتني في خلال اليوم ده عرفت إن معظم الطلبة اللي اتطوعوا للحفلة دي من الدفعات الأكبر منها، وده كان سبب كافي وخلاها تشارك هي كمان وتكتب اسمها في لائحة المتطوعين. ومر بقية اليوم بشكل طبيعي. ويتني راحت محاضراتها وخلصت ورجعت لأوضتها، وفي آخر الليل نامت. ولكن اللي ويتني ما كانتش تعرفه إنها لما حطت راسها على المخدة في الليلة دي إنها كانت على بعد 24 ساعة من إن حياتها تتغير للأبد وبأغرب طريقة ممكنة. Летишь, да кукушечка, ку-ку. وفي اليوم اللي بعده واللي كان يوم الاستعداد للحفلة ويتني صحت من النوم وغسلت أسنانها وفطرت وجهزت نفسها عشان تخرج. كانت في قمة سعادتها، ولما بصت على الساعة لقت إنها بدأت تتأخر على الميعاد، وبسرعة خدت الجاكيت بتاعها وشنطتها وخرجت. ولما وصلت للجراج واللي المفروض كل الطلبة المتطوعين هيتقابلوا فيه علشان يروحوا المكان الحفلة ده باستخدام واحد من أتوبيسات الجامعة، لقت مجموعة الطلاب متجمعين ومستنيينها، وكانوا هيركبوا شاحنة صغيرة تبع الجامعة علشان يروحوا للقاعة اللي هتتعمل فيها الحفلة. وكانوا 7 طلاب وواحد من الموظفين في الجامعة. ويتني ما كانتش تعرف أي حد منهم، فسلمت عليهم وعرفت نفسها. ولأن ويتني كانت آخر واحدة توصل فكل الطلاب ركبوا الشاحنة وبدأوا يتحركوا لمكان الحفلة، واللي بيبعد حوالي ساعة عن الجامعة. وفي خلال الرحلة دي ويتني تعرفت على واحدة من الطلاب واللي كانت في دفعة أكبر منها، وكان اسمها لورا فان رين، وكان عندها 22 سنة، وكانت قاعدة جنبها في الشاحنة. ويتني ولورا ما كانوش يعرفوا بعض قبل كده، ولكن الغريب إنهم كانوا شبه بعض في الشكل لدرجة كبيرة، وكأنهم توأم، لدرجة إن واحد من الطلاب اللي كانوا موجودين معاهم سألهم لو هم قرايب. والغريب كمان إن التشابه ده ما كانش في الشكل بس، وده لأنه بمجرد ما بدأوا يتعرفوا على بعض ويتني عرفت إن لورا كانت ساكنة في مكان قريب من المكان اللي عيلتها عايشة فيه واللي هي اتربت فيه.
وبعد ما العربية وصلت للمكان كل الطلاب نزلوا ودخلوا القاعة. وعلى مدار الساعات اللي بعد كده فضل الطلاب مشغولين بتجهيز المكان، كانوا بيجهزوا الترابيزات والزينة استعدادا لحفلة تاني يوم. وفي خلال الوقت ده لورا وويتني كانوا على مسافة قريبة من بعض وكانوا بيتكلموا واتعرفوا على بعض أكتر. وعلى حوالي الساعة 7 بالليل شغلهم كان خلص، وبدأوا يتجمعوا عند الشاحنة اللي هترجعهم للجامعة تاني. وبعد كل الطلاب ما ركبوا اتحركت الشاحنة. وفي خلال الرحلة لورا وويتني فضلوا بيتكلموا مع بعض، ومع الوقت كانوا تعبوا من الشغل وسكتوا وبدأوا يبصوا من الشباك. ولما الشاحنة كانت قريبة من الجامعة ويتني لفت وبصت على لورا واللي هي كمان بصت عليها، ولكن ويتني لاحظت حاجة غريبة، وهي إن في ضوء ساطع جاي من الشباك اللي ورا لورا. وبعد ثواني النور ده بقى أقوى وبدأ يقرب وملى العربية كلها. وبعد ثانية سمعت حد في العربية قدام بيصرخ، وفجأة كل حاجة بقت ضلمة. وفي خلال دقايق مركز الشرطة والإسعاف استلموا عشرات المكالمات من ناس في المنطقة، واللي كانوا كلهم بيبلغوا إن في حادثة ضخمة حصلت على الطريق السريع. ولما الإسعاف والشرطة وصلوا لقوا كميات كبيرة من الحطام اللي مرمية على الطريق في كل مكان، وكانت الجثث مرمية على الطريق. اتضح إن النور اللي ويتني شافته من الشباك كان كشافات مقطورة ضخمة وزنها 36 طن، وكانت جاية في طريقهم. سواق المقطورة كان اسمه روبرت سبنسر، واللي نام وهو سايق، وده اللي خلى المقطورة تخرج عن الطريق وتخبط في الشاحنة اللي فيها الطيارة. ومن قوة التصادم الشاحنة اتقسمت نصين، نص اتدمر تماما والنص التاني كان شبه سليم. الشاحنة طارت من الصدمة واترمت على الطريق، ولأن نص الشاحنة كان اتدمر فكل الطلبة اللي جواها طاروا منها ووقعوا في كل مكان على طول الطريق. ولما بدأ رجال الإسعاف والشرطة يدوروا على الناجين لقوا إن روبرت كان لسه عايش في المقطورة اللي بقت مقلوبة في نص الطريق. أما بالنسبة للطلاب ففي 5 منهم ماتوا على طول. وبعد ساعات في بداية يوم 27 إبريل عيلة ويتني جالهم مكالمة من مكتب الطبيب الجنائي وبلغهم إن بنتهم كانت في حادثة بشعة أدت لوفاتها. وفي نفس الوقت ده وفي مكان تاني جت مكالمة لعيلة لورا وبلغوهم إن بنتهم كانت في نفس الحادثة ولكنها نجت، ولكن حالتها كانت حرجة جدا وكانت في المستشفى. وفي اليوم اللي بعد كده عيلة ويتني استلمت جثة بنتهم وبدأوا يحضروا لجنازتها. الجثة كانت متدمرة تماما لدرجة إن محدش من العيلة كان قادر يتعرف عليها. وفي نفس الوقت عيلة لورا كانوا في المستشفى اللي بنتهم فيها. لورا كانت إصابتها شديدة وكان جسمها كله ووشها متغطي بشاش، وكانت عينيها بس هي اللي ظاهرة من وسط الشاش، وكانت في غيبوبة. الدكاترة قالوا لعيلتها إنها حاليا في حالة مستقرة، ولكنهم ما يقدروش يعرفوا لو هي هترجع من الغيبوبة دي تاني ولا لأ. وقالوا إنها حتى لو رجعت فعندها إصابة في الدماغ واللي هتخليها عاجزة تماما. ولما العيلة عرفت إن طريق العلاج هيكون طويل وإنها تحتاج وقت كتير قرروا ينقلوها من المستشفى لدار إعادة تأهيل قريبة من بيتهم علشان يقدروا يقسموا وقتهم ويكونوا دايما جنبها. وفي خلال الوقت ده عيلة ويتني كانت في جنازة بنتهم. وبعد 3 أيام من الحادثة وتحديدا في يوم 29 إبريل عيلة ويتني عملوا عزا في بيتهم عشان قرايبهم وأصدقائهم يتجمعوا ويعزوا. وحضر العزا ده حوالي 1400 شخص، واللي كانوا أكتر من نص سكان المدينة في الوقت ده. وفي اليوم اللي بعده تم دفن ويتني. في نفس الوقت عيلة لورا كانوا بيتناوبوا على فترات عشان يفضلوا جنبها طول الوقت، وجالهم خبر كويس جدا، وهو إن الأطباء عملوا أشعة على مخها واتضح إن لورا ممكن تفوق من الغيبوبة وتكون كويسة، ولكنهم طبعا ما كانوش عارفين إمتى. وعلى مدار الأسابيع اللي بعد كده فضلت لورا في الغيبوبة، ولكن جسمها بدأ يخف من الإصابات اللي كانت فيه. وفي يوم التلات 16 مايو واللي كان بعد 20 يوم من الحادثة
لورا فاقت من الغيبوبة. العيلة كلها ما كانتش مصدقة وكانوا في قمة سعادتهم. وعلى مدار الأيام اللي بعد كده بدأت تتحسن أكتر وبدأت تقدر تحرك إيديها من مكانها، ولكنها عملت حاجة خلت الدكاترة تشك إن مخها مش سليم بنسبة 100%. في يوم الاثنين 22 مايو، واللي كان بعد أسبوع من بعد ما لورا فاقت من الغيبوبة، لورا كانت قاعدة في السرير وعيلتها حواليها، وكان جنبها الدكتور المتخصص. الدكتور ادى لورا ورقة وقلم وطلب منها تكتب كلمة معينة علشان يتأكد من سلامة مخها. وفعلا لورا هزت راسها بالموافقة وخدت الورقة والقلم وبدأت تكتب الكلمة بمجهود كبير بسبب الآلام اللي عندها. ولما خلصت وادت الورقة للدكتور، كانت المفاجأة الدكتور كان مستغرب ورجع لها الورقة والقلم وطلب منها تكتب الكلمة تاني من الأول. وفعلا لورا عملت كده وكتبت نفس الكلام. هنا الدكتور وباقي العيلة بدأوا يشكوا إنها لسه مش في كامل قواها العقلية، ولكن في الحقيقة إنهم هما اللي كانوا غلط ولورا كانت في كامل قواها العقلية. Летишь да кукушечка, ку-ку. Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку, ولما نرجع بالأحداث ليوم 26 إبريل وتحديدا بعد دقايق من الحادثة، لما وصل رجال الإسعاف وبدأوا يفتشوا على الجثث عشان يشوفوا لو في حد عايش، واحد منهم لقى لورا واللي كانت في حالة حرجة جدا وكانت مرمية على جنب الطريق. كل المسعفين ساعدوها ونقلوها لعربية الإسعاف وحطوا معاها شنطتها اللي كانت مرمية على الطريق جنبها. الشنطة كان فيها رخصة السواقة بتاعتها وبطاقتها الشخصية، وبعد كده نقلوها للمستشفى. ولما وصلت للمستشفى، الأطباء هناك استخدموا رخصة السواقة اللي كانت في الشنطة علشان يتعرفوا عليها ويتواصلوا مع أهلها، وبعد كده عملوا لها الإسعافات اللازمة واللي في الآخر سابتها متغطية من راسها لرجليها في الشاش والجبس. وعلى مدار الأسابيع اللي بعد كده لما الشاش بدأ يتشال واحدة واحدة، كان من الواضح جدا إن الحادثة دي أثرت على شكل جسم لورا وخصوصا سنانها، واللي كانوا اتعوجوا لجانب واحد من بقها. ولكن عيلة لورا طبعا ما اهتموش بالكلام ده، وكان كل همهم إن بنتهم تكون كويسة وتخف. ولكن في يوم 22 مايو، واللي كان اليوم اللي كتبت فيه الكلمة على الورق وخلت الدكتور يشك إنها لسه مش كويسة وإن إصابة دماغها أثرت عليها، لورا فاجأتهم، لأن الكلمة اللي الدكتور طلب منها إنها تكتبها كانت اسمها، ولكنها ما كتبتش لورا ولكن كتبت ويتني. وهنا اتضح إن حصل خطأ فادح ومحدش خد باله لحد اللحظة دي. اتضح إن اللي موجودة في المستشفى دلوقتي مش لورا ولكنها ويتني، وإن لورا هي اللي اتدفنت. لما المسعفين لقوا ويتني على جنب الطريق، بالصدفة الشنطة اللي كانت واقعة جنبها كانت شنطة لورا واللي كانت قاعدة جنبها في الشاحنة. ولأنهم هما الاتنين شبه بعض، فلما المسعفين شافوا الصورة اللي في البطاقة قالوا إنها هي. وفي نفس الوقت ده شنطة ويتني كانت مرمية جنب جثة لورا. وهنا حصل الخطأ الفادح. وبعد أسبوع من اكتشاف الغلط، عيلة ويتني جالهم اتصال وتم إبلاغهم إن بنتهم ما ماتتش وإنها لسه في المستشفى، وإن اللي دفنوها دي كانت لورا. طبعا العيلة كانت في صدمة رهيبة وجريوا على المستشفى وفعلا لقوا بنتهم هناك. ولكن عيلة لورا كانوا في صدمة رهيبة لأن بنتهم في الحقيقة اتدفنت. وبعد أيام تم استخراج جثة لورا عشان تدفن في مقابر عيلتها. وبالرغم من إن ويتني ولورا عرفوا بعض لساعات قليلة، إلا إن مصيرهم اتغير في لحظات. وبعد فترة العيلتين كونوا صداقة مشتركة، وفي سنة 2008 واللي كان بعد سنتين من الحادثة، العيلتين اشتركوا في كتابة كتاب
عن الحادثة، وكتبوا فيه شعورهم وكل اللي مروا بيه، واسم الكتاب الهوية الخطأ. ومن ساعة الحادثة دي ولاية إنديانا غيروا القوانين اللي بتخليهم يتعرفوا على ضحايا الحوادث عشان يمنعوا الخطأ ده منه يحصل بعد كده. أما بالنسبة لروبرت سبنسر واللي كان سواق المقطورة، تم الحكم عليه ب4 سنين في السجن بسبب تهوره. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو وريت البودكاست اللي هتلاقيه على جوجل بودكاست، أبل بودكاست، سبوتيفاي، بوديو، وأي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.